تحس كده ان منتخب مصر دايما بيدينا سكريبتات احلى من الطبيعيه وفيها دراما اكتر من اللي المفروض يحصل في العادي. يعني حسام حسن كده جاي يفكر، قال لك انا هلاعب منتخب بنين، منتخب ضعيف، العب بالطريقه التقليديه واودي صلاح في الوينج وتريزيجيه ولا مرموش في الوينج والعب مصطفى محمد في النص. لا، تقليديه قوي. تعالى نعمل حاجه جديده، تعالى نفتكس، تعالى نعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. مرموش في الدقيقه 7 رايح بكوره هتخلص لنا الماتش من بدري وتفتح الماتش خالص وتريحنا. يقول لك لا، ده سيناريو سهل قوي، تعالى نعمل سيناريو احلى بكتير ودراما ونقعد الناس ل 120 دقيقه. الشناوي يقول لك احنا كسبانين 1-0، خلاص كده مش هيجي فيا جون، اما ادي المهاجمين بتوع بنين كوره كده يجربوا فيها. احنا اصلا المفروض داخلين الماتش ده واحنا المنتخب الوحيد تقريبا اللي مريح الماتش اللي فات. يعني احنا داخلين زي ما بيقولوا كده فريش ليجز، اللعيبه كلها بكامل لياقتها البدنيه. المفروض احنا عندنا باور اعلى بكتير، وانا مش عارف ازاي الشكل التكتيكي اللي احنا بدانا بيه ده. احنا بدانا شفنا التشكيل قبل الماتش، ابراهيم عادل ومرموش وتريزيجيه، الثلاثه بيلعبوا في نفس الحته، بس افترضنا ان التوزيعه بتاعتهم هتبقى ان مرموش في النص مهاجم بدل مصطفى محمد، وتريزيجيه وابراهيم عادل واحد منهم على الوينج وواحد منهم في نص الملعب او تحت المهاجم. ولكن اللي حصل ان احنا لقينا الماتش بيبدا صلاح داخل في النص، مرموش داخل في النص، ابراهيم عادل وتريزيجيه وينجات، تريزيجيه هو اللي بيلعب مكان محمد صلاح. في لخبطه والملعب مش معدول وفي فزلكه زياده عن اللزوم عن الماتش ده محتاجها. الماتش كان اسهل من كده بكتير. اللي اتفرج على ماتش السنغال وبنين اللي خلص 3-0 يشوف ان منتخب بنين سهل قوي انك تضربه في الاول، ومنتخب بنين مندفع جدا، لو دخل فيه جون بيطلع ويفتح خطوطه، وساعتها كان هيبقى عندنا مساحات ورا لصلاح ومرموش نلعب براحتنا، والماتش ده كان ممكن يخلص 4-0 مرتاح. احنا كان عندنا ادفانتج الماتش ده اننا نطلع من غير اصابات من غير انذارات، واحنا اصلا نلعب 90 دقيقه وما نلعبش 120 دقيقه، وندخل لكوت ديفوار او بوركينا ايا كان هنلاعب مين، ولكن في الغالب كوت ديفوار ندخل يوم بدري عنهم، الناس هتلعب بعدنا بيوم. يعني احنا معانا 24 ساعة كاملة راحة عن كوت ديفوار، غير الراحه اصلا ان احنا واخدينها من ماتش انجولا. احنا طلعنا بكل الخسائر الممكنه في الماتش ده، طلعنا باصابات، طلعنا بانذارات للعيبه مهمه، طلعنا باصابه لمحمد حمدي ونزل مكانه فتوح، وفتوح نفسه اخد انذار. فاحنا لو تراكم الانذارات على فتوح مش هيبقى عندنا باك ليفت. الماتش ده كله بالنسبه لي كان ممكن يخلص في الدقيقه 7 لما مروان عطيه هنا قطع الكوره من لعيبه بنين، ولعيبه بنين اغلبها قدام 1 2 3 4 5 6 7 بره الكوره، خلاص طلعوا من الملعب خالص، ومروان هيلعب لصلاح الكوره، صلاح هيبتدي يطلع مرموش. الكلام ده يا جماعه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 7 و33 ثانيه. الجون ده لو كان جه احنا الماتش ده كان اتسهل معانا تماما تماما تماما، مش بعيد اصلا كنا نريح لعيبه الشوط الثاني. الماتش ده كان هيخلص 4-5 مرتاح لو الكوره دي كانت جت، كانت هتغير مسار الماتش، لان بنين كانت هتفتح خطوطها كلها وهنلاقي مساحات ورا براحتنا. طبعا مرموش فضل يتقدم بيها، فكر تفكيرين، في الغالب هو فكر يرقص ولا فكر يشوط، انا مش عارف بصراحه هو فكر في ايه، بس كل اللي هو عمله ان هو فضل يجري بيها لحد ما دخل في بطن الجون. الكرة دي بجد كانت ممكن تغير الماتش. مرموش ضيعها. بعدها في الدقيقة 13 رامي ربيعة بياخد انذار، بيفرد ايده عشان يمنع الكرة، ولا كأننا في دورة خماسي، وكل الناس عمالة تلوم على رامي ربيعة، بس محدش اخد باله من اللقطة اللي قبلها، ان مروان عطية كان معاه الكرة في نص الملعب وبمنتهى السذاجة اداها لعيبة بنين. لعيب بنين كان هيطلع الوينج براحته خالص، فرامي ربيعة اضطر ان هو يمد ايده عشان يوقف الهجمة، وانا شايف ان ده قرار كان صح. خسرنا انذار وقت بدري قوي، سذاجة، بس هي في الاساس سذاجه وخطا من مروان عطيه في الاول. للاسف محدش بيعمل هايلايت على الموضوع ده، محدش عامل هايلايت على النقطه دي، كله بس مطلع اللقطه بتاعه رامي ربيعه وهو فارد ايده. وهجري معاك شويه قدام، وفي لقطه تانية لياسر ابراهيم برضو لبس فيها حمدي فتحي انذار. ياسر ابراهيم الكره كانت جايه له بمنتهى السهوله، لعبها في نص الملعب لحمدي فتحي وان تاتش، مش عارف ليه لعبها له، طبعا ميس باس غلط. حمدي فتحي عشان يضطر يلحق الموقف لان لعيبه بنين كانت رايحه علينا بهجمه بسبب الكره دي، اضطر يعمل فاول واضطر ياخد انذار. مرموش في اغلب الوقت كان متعصب، كان متوتر، بيقدم اداء فردي، ما بيحاولش يفكر في الحلول الجماعيه. محمد صلاح طبعا بيحاول يطلعه في الدقيقه 7 بالانفراد، وبعد كده محمد صلاح عمل له كره تانية شبهها بالظبط، لكن مرموش كان معاه مدافع، المدافع فرد ايده واداله كتف كده وقعه، الحكم ما حسبهاش فاول والكره مشيت، بس برضو دي كانت كره خطيره جدا. الدقيقه العشرة بنشوف لعيبه بنين كلها واقفه ورا، الناس بتدافع وواحد بس هو اللي ضاغط على حمدي فتحي. الراجل عنده الاوبشن ده يلعب له ونبتدي نعمل هنا شغل مثلثات، او يلعب لياسر ابراهيم ويجي هنا عند تريزيجيه ونبتدي نشتغل من الناحيه دي، لكن حمدي فتحي بيختار ان هو يلعب الكره الطويله، يلعبها في المساحه دي ويطلع
محمد حمدي. الكرة دي ممكن نلعب عليها لو منتخب بنين اصلا مندفع، لو منتخب بنين خط دفاعه واقف هنا مش واقف هنا. تحس ان حسام حسن كان محضر لماتش تاني، حسام حسن كان مصمم ان هو يلعب على الكور الطويلة حتى لو الناس واقفة ورا. والحالة دي احنا بنحاول نضرب المساحة اللي ما بين الباك رايت والسنتر باك ولكن بطريقة غلط. طب تعال اقول لك بقى الحالة المناسبة فعلا لماتش زي ده وعملناها بعدها على طول. ازاي تضرب الباك رايت والسنتر باك المساحة اللي ما بينهم ولكن بكرة على الارض والكرة تروح سهلة، مش بكور طويلة والباك ليفت بتاعنا ما يلحقهاش وتطلع ركنية ونفضل في الدايلاما دي طول الماتش. اغلب الوقت اصلا احنا كنا بنلعب كور طويلة وانا مش عارف ليه. ده منتخب بنين يا جماعة، المنتخب بجد ضعيف جدا، والكور اللي لعبناها على الارض جبنا منها جون بمنتهى السهوله. اول كوره لعبناها على الارض جبنا منها جون بتاع مروان عطيه. طيب الكوره بعدها على طول ازاي ضربنا المساحه اللي بين الباك رايت والسنتر باك بس الكوره على الارض وهجمه منظمه وحلوه. رامي ربيعه كان معاه الكوره، رامي ربيعه لعبها لابراهيم عادل. ابراهيم عادل بصوا يا جماعه المساحه، بص المساحه ما بين المدافع وما بين الباك رايت بتاعهم، كل دي فاحنا اصلا ما كناش محتاجين كور طويله من الاول. احنا لو لعبنا كوره على الارض ولعبنا باصات سهله هنوصل بمنتهى السهوله. الناس فاتحه اصلا خطوطها. ابراهيم عادل طلع الباص لمحمد حمدي، محمد حمدي دخل لعب عرضيه لصلاح، صلاح بعد كده حاول يلحقها ما لحقهاش، الكره اتكعبلت جت لمرموش، مرموش شاطها، كان في مدافع واقف على خط الجون وشالها. ولكن الكره دي هي اللي كان المفروض نلعب عليها طول الماتش. انت بمنتهى السهوله وصلت بكره سهله وكره على الارض وانت اللي متحكم في الجيم. ولكن للاسف احنا فضلنا نلعب كور طويله بدون اي داعي وكاننا بنلعب منتخب تاني. في الدقيقه 29 كره في نص الملعب مع منتخب بنين ما بتشكلش اي خطوره، مروان عطيه دخل بمنتهى الغشامه وانا مش عارف ليه اخد انذار مجاني، حرفيا انذار مجاني. اعتقد ان احنا هنعاني من تراكم الانذارات ولكن قدام شويه، واكيد لو عدينا ماتش كوت ديفوار هنعديه بانذارات وهنبدا نعاني من غيابات للعيبه بسبب مشاكل صغيره زي دي. مروان عطيه انا مش عارف هو عمل فاول ليه ومش عارف هو عمل انذار ليه، الكوره ما بتشكلش اي خطوره، احنا لعيبتنا كلها تحت الكوره، احنا في حاله دفاع وبنين لسه بتحضر الهجمه، اخد انذار مجاني. وعدت اول نص ساعه من الماتش. السمه الرئيسيه الغالبه على الماتش هي الميس باص، احنا اغلب لعيبتنا عماله تعمل ميس باص او عماله تخبط الكوره في لعيبه بنين. صلاح كان بينزل يستلم كتير جدا وبيحاول يطلع مرموش وده نجح في كورتين، ولكن انا شايف ان لو كنا هنعمل حاجه زي كده مرموش هو اللي ممكن ينزل يستلم وهو اللي يلعب من تحت وهو اللي يطلع صلاح ويبقى صلاح اول واحد في الملعب. بعدها محمد حمدي بيتصاب وفتوح بينزل، ولكن السمه اللي غالبه برضو على الشوط الاول كله ان المسافه ما بين خط الدفاع بتاعنا وخط الهجوم كبيره جدا جدا جدا. مفيش خط نص، مفيش واحد زي زيزو، مفيش واحد زي امام عاشور هو اللي يبقى بينقل الكوره من الدفاع للهجوم. احنا عندنا مسافات كبيره جدا ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، فبنضطر ان احنا نلعب كور طويله عشان نوصلها للهجوم. وطبعا بنين كانت بتقطع اغلب الكور الطويله. ولو احنا فعلا هنلعب كور طويله طب ليه ما حطيناش واحد زي مصطفى محمد يقدر يجيب لك الكور عاليه، يقدر يدخل في التحامات؟ احنا حاطين ابراهيم عادل وتريزيجيه ومرموش وصلاح، الاربعه دول ما لهمش في الكور الطويله اللي تدخل فيها بالتحامات، هم ليهم في الكور الطويله اللي تتلعب لهم في مساحات يجروا بيها ويروحوا هم يجيبوا جون لوحدهم. والشوط الثاني بدا نفس التشكيله بالظبط. كنت متوقع ان هيحصل اي تغييرات ما بين الشوطين ولكن للاسف ما حصلش اي تغيير ما بين الشوطين، ولكن في تبديل تكتيكي كده جوه الملعب بسيط، ان صلاح راح هو على الوينج وتريزيجيه اتنقل هو شويه مكان صلاح في النص. في الدقيقه 55 محمد صلاح كان بيلعب ركنيه بتوصل هنا عند حمدي فتحي وبعد لخبطه كده بتوصل لرامي ربيعه، رامي ربيعه جوه الستة ياردة بيشوطها حلو، عمل اللي عليه ولكن جت في الحارس وجت في اللعيب بتاع بنين اللي واقف على خط الجون وطلعت ركنيه. الكره زي دي برضو كان ممكن تخلص الماتش ولكن كان فيها سوء توفيق وحظ سيء جدا. بعدها تريزيجيه وابراهيم عادل طلعوا ونزل زيزو وامام عاشور، وهنا ابتدى يكون لينا شكل فعلا احسن بكتير وده اللي كان المفروض تقريبا نبدا بيه. بعد نزول زيزو بلحظات زيزو بياخد الكوره هنا في نص الملعب بيبص على صلاح وفي مساحه هنا ما بين المدافعين بتوع بنين، زيزو عايز يلعب الكوره في ظهر المدافعين وفعلا بيلعبها له وصلاح بيمشي بيها بيضغط عليه المدافع بيحاول يحطها لوب من قدام الحارس ولكن الحارس كان واقف صح ومسكها بمنتهى السهوله. بعدها اول لمسه لامام عاشور بياخدها بيحاول يرقص قدام منطقه الجزاء، منطقه خطر جدا اتقطعت منه من لعيبه بنين، ابتدوا يعملوا هجمه علينا. الراجل ده بص على المساحه اللي في ظهر رامي ربيعه وهيلعب ثرو هنا وبيوصل فعلا، والراجل بينفرد بالشناوي ولكن الشناوي طلع كويس قوي خبطت فيه وطلعت بره. كانت هجمه خطيره جدا، اعتقد الهجمه دي لو كانت جت جون الماتش كان هيتصعب علينا اكتر بكتير. بعدها كره بتترد من ركنيه، امام عاشور بيديها لمحمد هاني ومحمد هاني بيلعبها لمحمد صلاح، صلاح بيلعبها مره تاني لهاني وبيطلعوا بمنتهى السهوله. هنا احنا يا جماعه لو لعبنا كره على الارض والله هنكسب. الموضوع ده حصل في الشوط الاول، الكره بتاعت محمد حمدي اللي قلت لكم عليها من الاول، والكره دي تاني مره حصلت من محمد هاني. محمد هاني طلع مروان عطيه، مروان عطيه شوطه حلوه قوي مقص، الكره بتيجي جون
يعني كنا نقدر نكرر جمل زي دي كتير. انت بص وسط التكتل بتاع لعيبه بنين 9 لعيبه، مفيش غير واحد بس هو اللي فوق الكوره، 9 لعيبه تحت الكوره، وقدرنا نعمل كوره زي دي 1 2 ما بين محمد هاني ومحمد صلاح لمرتين ورا بعض. لعيبه ضعيفه جدا انك تقدر تخترقها. بيجي الجون الاول لمنتخب مصر، ولكن زيزو هنا بيتزنق في كوره يضطر ان هو يرجعها للشناوي. وانا في الحاله دي شايف ان ده كان انسب حل، لان لو لعب للراجل ده هيزنقه، لو لعب هناك خطر جدا، الراجل ده كان هياخدها، وزيزو ظهره للملعب وفي واحد كمان في ظهره، فما عندوش اي حلول تانية غير ان هو يلعب للشناوي. واقرب مسافه للشناوي من اي لعيب تاني بعيده جدا. فكره ان هو يلعبها للشناوي والراجل ده بعيد عنه جدا، انا مش عارف ليه الشناوي اخد قرار زي ده. الشناوي تحس ان هو قال لك ايه ده، احنا خلاص كده هنكسب 1-0، لا تعالوا بقى اوريكم غلطه من غلطاتي يا جماعه. الشناوي كان يقدر يوقف ويلعب كوره عاليه، كان يقدر يوقف الراجل ده هيهجم عليه. ياسر ابراهيم كان رايح هناك اهو عشان يفضي له مساحه، كان يقدر يعمل له باص، كان يقدر يلعب لمروان عطيه هنا بمنتهى السهوله، كان عنده حلول كتير جدا. انا مش عارف ازاي في بطولات مجمعه وفي ماتشات زي الماتشات دي بنعمل الغلطات دي. احنا لو معانا منتخب كبير كان استغل الغلطات دي وهو اللي مسك الماتش. طبعا لعيبه بنين بعد كده بتاخد الكوره 4 لعيبه ومدافعيننا اصلا محدش متوقع اللي حاصل ده ومحدش مستعد. وبعد كده بتيجي في الطرف الراجل ده بيحاول يلعبها عرضيه، وكان في 3 لعيبه من منتخب بنين جوه. فتوح بيرفع رجله وبتخبط في فتوح، والشناوي بيعمل عليها تراي، ولكن بعد ما بيعمل عليها تراي واحد من المهاجمين ال3 دول كمل حطها جوه الجون وبنين بتتعادل. في الدقيقه 89 كوره مروان عطيه بيطلعها نموذج زي كوره زيزو اللي طلعها قبل كده لصلاح في المساحه وصلاح حاول يحطها لوب. مروان عطيه المره دي بيحاول يطلع صلاح في نفس المساحه بالظبط وبيوصلها له فعلا. صلاح في اللحظه دي كان عنده اوبشن ان هو يلعب لزيزو، بس لما صلاح داس عليها اكتر الاوبشن بتاع ان هو يلعب لزيزو اتقفل عليه فاضطر يشوط. ولكن صلاح لو كان رفع عينه هنا ولعب لزيزو اعتقد الكره دي 99% كانت هتبقى جون. ولكن صلاح فضل مكمل بيها. هنا الراجل ده قرب، مستحيل خلاص تلعب الكرة بالعرض، وصلاح لقى المدافعين بيقربوا منه فاضطر ان هو يشوط. صلاح جاب كور زي دي كتير جدا وجاب كور اصعب كمان، وكان في زوايا اضيق، ساعات كان بيبقى هنا وبيقدر يجيبها ومعدولة على شماله العدلة المظبوطة، ولكن للاسف بيشوطها سهلة جدا، الحارس بيمسكها. وهجمة خطيرة قوي بتضيع على المنتخب مصر، واعتقد صلاح اتوجه له انتقاد كبير قوي. ولكن هل صلاح متخاذل ولا صلاح فعلا مستواه قلل عن الطبيعي بتاعه؟ ده هقوله في اخر هجمه. الدقيقه 97 ركنيه بتتلعب بتوصل لمروان عطيه، ومروان عطيه بيرفع وسط كل مدافعين بنين دول. ياسر ابراهيم بيطلع بيقدر ياخدها براسه يلعبها نازله كانها لوب كده بشكل غريب. حارس يعني طبعا مستواه لو اعلى من كده كان هيقدر يجيبها، ولكن الكرة الحمد لله بتيجي جون 2-1 لمنتخب مصر. الماتش بيتسهل كتير. في ملحوظه لحد الدقيقه 120 احنا معانا تبديلين ما عملناهمش، وانا مش عارف ليه. اللعيبه فعلا ابتدت تتعب. عندك بره مصطفى محمد، عندك بره اسامه فيصل، الناس دي ممكن تريح مرموش، ممكن تريح سواء زيزو او امام عاشور وتنزل واحد لسه فريش اكتر. ولكن انا مش عارف ليه حسام حسن اتاخر جدا في التبديلات، منزل مصطفى محمد في الدقيقه 120. الراجل ده المفروض يعمل ايه؟ هل انت منزله عشان تضيع وقت؟ القانون ده اتلغى يا كابتن، دلوقتي بقى في وقت بدل ضايع، لو وقت منه ضاع بيتضاف عليه عادي جدا. الموضوع بتاع انك تعمل تبديل وسط الوقت البدل الضايع فيضيع منه وقت اتلغى. انا مش عارف ايه الفايده من انك تنزل المهاجم بتاعك في الدقيقه 120. مطلوب منه ايه؟ يعمل لك ايه؟ هل احنا بنخلص على مصطفى محمد؟ الراجل ده كان المفروض ينزل من بدري شويه، كان ينزل من بعد ما جبنا الجون الثاني على طول 2-1. تنزل المهاجم بتاعك وتطلع مثلا مرموش، يبقى انت عملت تبديل بيديلك دم جديد، بيديلك لعيب فريش. في الدقيقه 120 الكره مع زيزو، زيزو بيلعبها لصلاح، وصلاح بيلف وشه ويحط 2 مدافعين في ظهره ويصلحها لامام عاشور حلوه قوي. وامام عاشور اخذ القرار ان هو يشوط فيرست تاتش، وده كان القرار الصح، ولكن للاسف جت عاليه عن العارضه. والكره دي كانت من الكور الحلوه قوي اللي احنا لعبناها من جهه فتوح. بعد كده فتوح نقلها لزيزو وفضلنا نتدرج بالكوره. يعني دي الكوره اللي انا كنت بطالب ان احنا نفضل نلعبها طول الماتش. طيب نيجي بقى لاخر لقطه واهم اعتقد جدل حاصل خلال اليومين دول. هل صلاح متخاذل ولا هو فعلا مستواه قل؟ نبص هنا الدقيقة 122 و54 ثانية، الكورة مع زيزو. صلاح هنا في منطقة الجزاء كان عامل الواجب الدفاعي، كل اللعيبة بتاعتنا ورا الكورة. امام عاشور على الخط، مع ملحوظة ان صلاح لعب من اول الماتش وعامل مجهود كبير، وامام عاشور لسه نازل كبديل، مع اضافة ان صلاح راجل عنده 33 سنة وامام عاشور اصغر منه في السن. فالطبيعي اللي المفروض يفتح سبرنت يكون مين اسرع، صلاح
ولا امام او ايا كان مين لعيب موجود مكان امام عاشور. انا بتكلم في الحاله دي في الدقيقه 23 وثانيتين بالظبط. يعني بصوا يا جماعه فرق الثواني 8 ثواني بالظبط، كانت الكوره خرجت من رجل صلاح ورايحه الجون. خرجت من رجل صلاح، يعني صلاح في اقل من 8 ثواني قدر يوصل من منطقه الجزاء بتاعتنا لان هو يجيب لك جون. هنا بقى بتكلم عن فكره التخاذل. لعيب زي ده لو متخاذل ما كانش هياخد السبرنت ده اصلا بعد 120 دقيقه مجهود، خصوصا ان كان قدامه لعيب تاني اصغر منه في السن من على الدكه واحنا مش شايفينه في المشهد اصلا. حد شايف هنا امام عاشور؟ احنا مش شايفين امام عاشور في المشهد. وهنا مش بلوم على امام عاشور، انا قصدي اي لعيب تاني مكان امام عاشور ما عملش التراي دي، ما عملش السبرنت الرهيب ده. صلاح في الدقيقه 120 بيعمل سبرنت زي ده في 8 ثواني. ما حدش بيتكلم عن اللقطه دي، كله بيتكلم عن التخاذل. ولكن التخاذل معناه ان انا اكسل ومعناه ان انا ابخل بالمجهود اللي عندي. صلاح ما بخلش بالمجهود اللي عنده، هو فعلا مستواه قلل، دي حقيقه، وده يرجع لعوامل كتير جدا منها السن. واحنا عمالين نتغافل عن النقطه دي. احنا بنتعامل مع صلاح ان هو لسه عنده 26 سنه و27 سنه ومنتخب باصي لصلاح وصلاح هيتصرف. احنا دلوقتي مش في الحاله دي، ومع ذلك الراجل في 3 ماتشات جاب 3 اجوان. احنا محتاجين منه ايه اكتر من كده؟ غير كميه الاسيستات خلال الماتشات كلها اللي لعبها وضاعت واللعيبه ما استفادتش بيها. اتمنى ادائنا يتحسن في الفترات الجايه. اعتقد ان الماتشات الجايه هتبقى البدايه الحقيقيه لحسام حسن. بدايه من الماتشات الجايه عندنا في الطريق كوت ديفوار او بوركينا، الاقرب كوت ديفوار، ثم السنغال او مالي والاقرب السنغال، ثم النهائي ايا كان مين اللي هيوصل النهائي، وغالبا هيبقى المغرب من الناحيه الثانيه. 3 ماتشات اعتقد دول البدايات الحقيقيه لحسام حسن مع المنتخب.